لك اهم 3 نصايح تبدا بيهم حياتك في الكليه. اولى، حاسبات. اخواتي المهندسين الجدد مهندسين رغما عن انف البعض، بس ما علينا، احنا كده كده عارفين ان حاسبات حراقه. انا عارف انك لسه داخل الكليه والحماسه عندك برو ماكس، او لسه داخل ومجبر دماغك وضاربها صرمه. انت اكيد واحد من الاثنين دول. فانت لو النوع الاول فانت 100 100، احنا بس محتاجين نوجه الطاقه دي. وانت لو النوع الثاني فصدقني يا صاحبي انت لازم تفوق، عشان هتفوت على نفسك فرص كتير قوي، وهتندم على كل دقيقه هتضيعها في الكليه دي. ولو انت جاي هنا مش بمزاجك ومجموعك اللي جابك هنا، فصدقني هو مش مجموعك خالص، هو ربنا اللي كتب لك انك تيجي هنا. وما دام ربنا جابك هنا فاعرف ان ده الخير ليك، وان ده احسن طريقه تمشي فيه. بس عموما سواء انت كنت ده او ده، فانا جايب لك اهم 3 نصايح تبدا بيهم حياتك في الكليه. واحد، ما تهملش في الكليه يا صاحبي. ما تكونش الشخص اللي بيقول ما دام انا كده كده هاخد كورسات فمش مهم الكليه يا عم، همشي نفسي فيه، وما دام انا كده كده بنجح فقشطه يعني. صدقني يا صاحبي مهما خدت كورسات، شرح الكليه غير. الاستفاده اللي هتستفادها من الكليه اهم بكتير من اي كورس هتاخده في اي حته، وخصوصا لو بتدرس مجال من المجالات الجديده زي الاي اي مثلا. مجال زي ده انت لو لقيت له كورسات اصلا هتلاقيها غاليه موت، وانت كده كده بتدفع فلوس في الجامعه فاستفيد منها. نصيحة رقم 2، اتعلم كتير واتعلم اكتر. بص، طول ما انت لسه في سنة اولى او تانية فانت بنسبة كبيرة الكلية لسه ما ضغطتكش، فانت لسه عندك وقت كبير انك تتعلم فيه حاجات كتير قوي، وعندك فرص كتير انك تلوش وتخبط وتقع وتقوم وعيش. اتعلم تخصصات كتير واشتغل فيهم واعمل مشاريع ومشي ايدك، ما تستناش الكلية. ده هيديك خبرة في مجالات كتير عشان لما تيجي تتخصص بعد كده في الكلية تبقى بتتخصص بناء على الخبرة دي. وقبل ما تدخل تالتة انت لازم تكون مقرر انت هتتخصص ايه بالظبط. ما ينفعش توصل سنه ثالثه وانت لسه محتار. النصيحه الثالثه، حاول تتخرج من الجامعه وانت اوريدي شغال. خد بالك انا مش بقول لك اتخرج جاهز للشغل، انا بقول لك اتخرج شغال، يعني فريلانسنج، انترنشيب، منح، مبادرات. حاول تاخد اكبر كميه من الخبره العملي قبل ما تتخرج. انا مش بقول لك تبقى خارق، انا بقول لك بس تجمع خبره عمليه، لان ده هيقوي موقفك جدا قصاد الشركات بعد ما تتخرج. لما تتخرج عندك خبره ولو بسيطه احسن من انك تتخرج فريش بيور ما تعرفش حاجه، ما اشتغلتش قبل كده. بس الاهم من ده كله بقى انك لازم تكون عارف ان كان معاك عراقي من مصر، وسلام.